لماذا هبط هذا السهم 33% في جلسة واحدة في نفس اليوم؟ وخلي بالك حتى لو انت مش مهتم بالسهم ده، وحتى لو انت مش مهتم بالبورصة الأمريكية، ركز علشان هيكون في دروس تعليمية مفيدة جدا. أول درس إن البورصة الأمريكية لا يوجد بها حدود سعرية، يعني مفيش قيود على حركة السهم بالمقدار بتاعه في يوم معين، ممكن يتحرك بأي مقدار في أي اتجاه في نفس اليوم عادي جدا، مفيش حدود سعرية. رقم اتنين، ان انت لو دخلت مثلا بورصه فيها تباين عالي زي البورصه الامريكيه، لازم تتعلم مظبوط وتبقى فاهم بتعمل ايه، لانك لو ما اتعلمتش انت ممكن مش عارف اقول لك ايه اللي يحصل. ودي حاجه انا بعلمها لك في جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه. انا بقالي 21 سنه، بدات سنه 2005 في البورصه. طب رقم اتنين، ايه اللي يخلي شركه تقع في نفس اليوم بهذا المقدار؟ برضو حتى لو انت مش مهتم بالشركه دي، اسمع. الفكره ان الكوفاوندر، يعني واحد من المؤسسين بتوع الشركه، اتقبض عليه بتهمه ان هو بيهرب للصين شيبس متطوره. انت عارف ان في ما بين الصين وامريكا اتفاقيات، وامريكا دايما مش عايزه تدي الصين احدث تقنيات المايكرو شيبس المستخدمه في الذكاء الاصطناعي، لان طبعا في سباق عنيف ما بين امريكا والصين مين اللي هيسبق في موضوع الذكاء الاصطناعي. لان طبعا في فكر، وانا من الناس المعتقده فيه، ان الذكاء الاصطناعي ده هيغير العالم، وبالتالي الدول بتحاول تنافس بعضها وتسبق، فهم مش عايزين الصين تاخد الشيبس المتطوره. شركه سوبر مايكرو كمبيوترز بتبيع سيرفرز، عارف السيرفر المستخدمه في حاجات كتيره منها الذكاء الاصطناعي، بس ممكن جزء من تكوين السيرفر بيبقى جواه شيبس او بيبقى جواه وحدات الكترونيه او وات ايفر. كانوا بيهربوا الحاجات دي للصين جواها الشيبس المتطوره اللي مش المفروض الصين تحصل عليها. طب ايه علاقه ده كله حتى لو انت مش مهتم بالسهم ده؟ علاقه ده كله ان الشراء والبيع في البورصه عباره عن اداره مخاطره. انت النهارده لو انت كنت شاري شركه سوبر مايكرو كمبيوترز، وعلى فكره هي كانت اندر فاليود، يعني كان سعرها كويس جدا مقابل قيمتها قبل ما الحدث ده يحصل، فتخيل ان انت كنت خدت كل فلوسك وحطيتها، او تخيل كانت 50% من محفظتك، كان زمان محفظتك فقدت رقم كبير جدا في نفس اليوم. لازم تفهم ان عمليه الاستثمار في البورصه هي عمليه اداره مخاطر. الشركه دي الفاليو بتاعها كويس والقيمه بتاعتها كويسه وكل حاجه فيها كويسه، بس في شويه مخاطرات. شركه القيمه السوقيه بتاعتها صغيره، ممكن تتحرك بسوينجز عنيفه، شركه عندها هوامش ربحيه منخفضه، وبالتالي هي مش هقول لك انها وحشه، هي شركه كويسه لكن مهدده في اي لحظه. لو مثلا مدخلات الانتاج غليت، الشركه ممكن تنقلب الى الخساره. فهي شركه فولاتايل جدا، وحتى اللي بيشتري فيها فاهم، اللي فاهم منهم يعني فاهم ان هو بيحط نسبه صغيره احتياطي، لانك شفت ان ممكن يحصل شيء غير متوقع. انت النهارده شاري شركه وعامل حساباتك ودارس، سواء بقى انت راجل محلل مالي او انت راجل مش عارف وبتستخدم كل حاجه في الدنيا، وفي النهايه قبضوا على الكوفاوندر، شيء لا يمكن تخيله. لازم تتعلم تدير المخاطره، لازم تتعلم تحط الوزن النسبي لكل سهم من المحفظه بتاعتك بطريقه مظبوطه. الموضوع مش عشوائي، مش هي يلا قسم المحفظه على 5 اشتري 5 اسهم، ما ينفعش. في سهم ما ينفعش يزيد عندك عن 5%، في سهم ممكن تحط 20% شويه، في سهم ممكن لا ازود، في سهم ممكن اقلل، حسب الوزن النسبي لكل حاجه. وفي حاجه بيسموها اكسكيوشن ريسك، ان شركه كويسه وعندها توقعات بارباح كويسه والشركه ماشيه تمام، لكن اثناء التنفيذ ما تمش بالصوره اللي كانت متوقعه، والسهم كان مسعر مثلا على السيناريو اللي هو المتفائل، السيناريو كويس، فاللي حصل كويس برضه بس اقل من السيناريو، تلاقي السهم بينزل. ففي حاجات كتيره مش هتتعلمها غير بالخبره والتجربه، وان انت تجرب وتخسر فلوسك او تتعلم من واحد سبقك. انا بقالي 21 سنه في الكلام ده. عايز تتعلم؟ عندك جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه.